يمشي على قدمه. محمد باسط المعروف جامعه. محمد صاحب الإحسان والكرم. محمد ذات نصر الله قاطبة. محمد سابق الأقوال والكلم. محمد نافس الميزان حافظه. يسر لكم حضور هذه المجالس المباركة، حيث أن هناك من يضيق صدره، ولا يتحمل سماع حديث رسول الله. ملي كملت الدرس دابا، ملي سلمنا وصلينا العشاء الجامعة، فاش درت الدرس جاني عندي واحد السيد باللحية ديالو بارك الله، تقول هذا في المحبة ديال مصطفى والدين. قال لي راه سيدنا راه كطول علينا، راه طولتي علينا، راه إلا ما كاين الدرس، إلا ما كيفوت 10 دقائق بعد الأذان، ما كيفوتش 10 دقائق بعد الأذان وكيصلي بينا، وأنت لا بدا كدوز كتكمل ربع ساعة. وشحال دابا هاد الوقت دابا؟ قلت له واش هذا الكلام هذا كنضرب منك؟ يقولوا لي بحالك انت، بحالك هذا المظهر بارك الله، هذه اللحيه البيضاء، واش بحال هكا هادشي اللي كنضرب باش تقولوا انت كنصحاب. انا واش غتقول لي شي حاجه اللي هي سميتو اولا قبل كل شيء ما بغيتش ندخل معاك الموضوع، نوسع معاك الحديث وما عنديش الوقت. تعرف بان هذا التوقيت راه حدد المجلس العلمي اللي حددوه، ماشي انا. المجلس العلمي اللي حدد ربع ساعه ديال الحديث بعد ايش؟ بعد الاذان، ماشي انا. سير هضر معاهم في المجلس العلمي، راه قرب لك. شكون مسجد محمد الخميس؟ هذا تتسماش من الناس. الا ما عجبك هذا الشيء سير اخويا، الله يزيد بخير. غدا ندوز عندهم نقولوا راه ربع ساعه كثيره. اما انا كنجي 10 دقائق قبل الاذان وما كاين حتى واحد. الا فيكم هذه المحبه راه خصك تلقاك هنا انت باللحيه ديالك وجالس انت في القدام في الصف. هو هي سبحان ربي. كيفاش جاوب لي يا غصه الا بدا غير، ولكن غصه ديالوش كان نعمل يسقساك. راه جا كنصحاب انا واش باغي يسول شي حاجه. الناس كيسولوا بعض المرات، كيعطلونا الناس بالاسئله ديالهم كيسولوا. مثلا واش هذا جابوا شي غلط باش يسول في شي حاجه، شي فتوى ولا شي حاجه. فاذا به قال لي هذيك الله يرحم باك، راه الا ما كنتي انت راه 10 دقائق الامام السي مختار كيصلي بينا، ولكن الا كنت انت راه ما كتصلي حتى تفوت ربع ساعه. قول ياك ما تزيد على ربع ساعه. قلت له راه ربع ساعه راه محدد علينا في المجلس العلمي، هما اللي حددوا هذا التوقيت ماشي انا. قال لي راه انت عندك كامل الصلاحيه. شوف انت، قال لك انت راه عندك كامل الصلاحيه باش دير داك الشيء اللي بغيتي. قال لي ما عنديش الحق. قال لي كان شي ربع ساعه. انا واش لقيت؟ انت ما تقول لي هذه الهضره. اذا لقيتك سبقتي الناس وجيتي استغليت ديك 10 دقائق قبل الاذان، انا ما كنلقى هنا الا الناس اليوم. قلت لكم بلي خصكم تحمدوا الله وتشكروه ملي جابتكم سقتكم القدره الالهيه باش تحضروا هذا المجلس بعد العشاء. لما ديال مصطفى، شنو نقولوا هذا الحديث ديال مصطفى اللي كنقراو هنا، راه الزاويه راه ماشي هذا الشيء ماشي جيد فيها. الزاويه راه تاصل فيها حديث ديال حديث المصطفى، راه تاصل فيها دراسه حديث المصطفى. اللي شاف سيد العبد بن السايح واللي شاف مقدمين الاخرين غادي الحاج حسين الفري غادي يلقى عمر كلهم اجدوا الحديث ديال المصطفى المقدم. ولذلك هنيئا لكم، الحمد لله والشكر. راه ربي العيله ديال ربي اللي ساقتكم لهذا العمل. وحنا ما يمكنش شي واحد ما حد فينا الروح، ما يمكنش شي واحد يمنعنا من سميتو من تأدية الواجب. هذا راه تأدية الواجب، واجب اللي كنأديوه ماشي جميل.
الواجب اللي كنأديو، واللي بغى الخير يحضر. اللهم صل افضل صلواتك على اشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وبسر الشيوخ المتصل الإمام العالم الهمام أمير المؤمنين في الحديث وشيخ المشايخ في الرواية والتحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري جعفر رضي الله عنه وأرضاه. باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سالم عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. وقال إبراهيم بن طهمان عن الحسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. وعن حسين بن عن يحيى بن ابي كثير عن حفص بن عبيد الله عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر. وتابعه علي بن مبارك وحرب عن يحيى عن حفص عن انس جمع النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أيها السادة الأفاضل السلام عليكم. نحن في زاوية مولانا الشيخ التجاني رضي الله تعالى عنه بحي النجاح بمدينة أكادير، نواصل سرد ما تيسر من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري. باب الجمع في السفر. اسم السفر الطويل لا القصير. باب الجمع أيوة في السفر الطويل لا القصير بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر. علاش؟ اش كيتسموا هادو؟ اش كيتسمى الظهر والعصر؟ الظهر كيتسمى لأنه اشترك في ماذا؟ في الوقت. اش كيتسمى المغرب والعشاء؟ العشاء أي يشترك في ماذا؟ في الوقت. الصبح والعصر لا. الصبح والعصر لا. والعصر لا الصبح مع غيرها، يعني الظهر والعصر لا الصبح مع غيرها والعصر مع المغرب لا العصر مع المغرب لعدم وروده، ولا في القصير لأن ذلك يخرج عبادة عن وقتها. يخرج ماذا؟ العبادة عن وقتها، فاختص بالطويل. شكون هو؟ السفر الطويل. أما القصير لا، لأن الجمع للسفر لا للنسك، ويكون تقديما وتأخيرا، فيجوز في الجمعة والعصر تقديما. يعني في الجمعة والعصر يجوز فيه ماذا؟ إذا صليت الجمعة تصلي مع العصر. ذلك واعتمده لا تأخير، لأن الجمعة لا يتأتى تأخيرها عن وقتها. علاش قال لك يكون جمع تقديما مع الجمعة؟ لأن قال لك لأن الجمعة لا يتأتى تأخيرها عن وقتها، والأفضل تأخير الأولى إلى الثانية للسائر وقت الأولى، ولمن بات بمزدلفة وتقديم الثانية إلى الأولى للنازل في وقتها، والواقف بعرفة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وإلى جواز الجمع ذهب كثير من الصحابة والتابعين من الفقهاء، جواز الجمع
وأحمد وإسحاق وأشعب، ومنعه قوم مطلقا إلا بعرفة، يجمع بين الظهر والعصر، ومزدلفة يجمع بين المغرب والعشاء. مزدلفة هذاك الجمع كيفاش يكون؟ جمع تأخير، جمع مزدلفة. أيوة. عرفات تقديم. القضية المالكية يختص بمن يجد في السير. القضية المالكية هل الجمع بين الظهرين وكذا لمن يجد في السير. وبه قال الليث، وبه قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعت محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر، سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير إذا جد به السير، أي اشتد وعزم وترك الهوينة. لذلك وإنما اقتصر ابن عمر على ذكر المغرب والعشاء دون جمع الظهر والعصر، لأن الواقع له جمع المغرب والعشاء. قال لك سيدي فأجاب حين استصرخ على امرأته صفية بنت عبيد فاستعجل فجمع بينهما. معنى استصرخ يجهز الحديث يقول لي راه مرتك ماتت، استصرخ أو زرب فجمع. والحديث أخرجه مسلم في الصلاة وكذا النسائي. وقال إبراهيم بن طهمان بما وصله البيهقي عن الحسين في التعريف بن ذكوان العودي أيوة المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر جمع تأخير إذا كان على ظهر سير إلى ركب على ظهر سير. قال لك بإضافة الظهر إلى السير، ظهر سير. أبي ذر عن ظهر بالتنوين بسير، يعني إذا وجده وهو راكب ويجمع بين المغرب والعشاء. وقال إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن يحيى بن كثير عن أبي حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر. وهذا عام. أيوة زيد سيدي. باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير ويقيم المغرب فيصليها 3 ثم يسلم ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها 2 ثم يسلم ولا يسبح بينها بركعة ولا بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل. باب هل يؤذن المصلي أو يقيم من غير أذان أو معه إذا جمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر في السفر الطويل. وجب السند. حدثنا أبو اليمان حكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن ابن شهاب الزهري قال أخبرني سالم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت الرسول إذا أعجله يعني استحته السير في السفر الطويل يؤخر صلاة المغرب إلى أن يغيب الشفق كما رواه مسلم. أيوة
قال لك حتى يجمع بينهما وبين صلاة، حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء. قال سليم: وكان عبد الله يفعله، يعني يفعل التأخير والجمع بين الصلاتين، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعله إذا عجله، يعني استحدته السير. اش كيدير؟ يقيم ماذا؟ المغرب، يعني كيجعل الإقامة. الإقامة هي الإقامة، ولكن ما كاينش هنا، لم يمشي إلى الأذان، إنما قال يقيم وحدها. يحتمل الإقامة وحدها، أو يريد ما تقدم به الصلاة من آذان وإقامة، وليس المراد نفس الأذان. وعن نافع عن ابن عمر عن الدارقطني فنزل فأقام الصلاة. هنا ما شرع الأذان، إنما نزل فأقام الصلاة في السفر، فيصليها إلى المغرب 3 ثم يسلم منها، ثم قل ما يلبث، يعني واحد المدة قليلة، أيوة، حتى يقيم العشاء. كذلك هنا كاين الإقامة حتى يقيم العشاء، فيصليها 2 ثم يسلم منها، ولا يسبح. معناه لا يسبح، لا يتنفل، ما كيديرش النوافل بعد العشاء، ما كيديرش النوافل. قال لك امتى كيدير النوافل؟ قال لك حتى يقوم بجوف الليل. قال لك ولا بعد صلاة العشاء بسجدة، أي بركعتين، كما في قوله بركعة، حتى إلى أن يقوم من جوف الليل فيتهجد وهو في السفر، وهو في السفر. هناك من قال لا داعي لماذا؟ للنوافل في السفر، ولكن هذا لا كاين دليل بأنه يقوم يتهجد كاع. وروى ابن أبي شيبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها، ولكن وكان يصلي من الليل، كان يصلي من الليل. قال لك وفي حديث حفص بن عاصم السابق بمن لم يتطوع في السفر دبر الصلوات، يعني بعد الصلاة. قال: سافر ابن عمر فقال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر وهو شامل لرواتب الفرائض وغيرها. قال النووي: لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب في رحله ولا يراه. النووي ايش قال؟ قال لك لعل المصطفى كان يصلي ماذا؟ الرواتب في ماذا؟ في رحله، في الخيمة ديالو ما شافوا شيء. قال لك لعله قال لك يصلي الرواتب. شكون مصطفى صلى الله عليه وسلم كان يأكد عليه على الرواتب ديال الفرائض. قال النووي: لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب في رحله ولا يراه ابن عمر، أو لعله تركها بعض الأوقات لبيان الجواز. انتهى. قال لك: وإذا قلنا بمشروعية الرواتب فيه، وهو مذهبنا بأن الرواتب مشروعة في الصلاة، فإن جمع الظهر والعصر أيوة قدم سنة الظهر التي قبلها، وله تأخيرها سواء جمع تقديما أو تأخيرا وتوسيطها. لذلك وإذا جمع المغرب والعشاء أخر سنتيهما. عاود اش قلنا دابا هنا؟ قال لك إلا جمع ما بين الظهر والعصر كيقدم اش؟ كيقدم السنة، كيقدم الرواتب، السنة ديال الظهر. وإلا سميتو إلا جمع ما بين العشاء والمغرب قال لك أخرها. وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى قال حدثني حفص بن عبيد الله عن أنس بن أنس أن أنسا رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر، يعني المغرب والعشاء. قال لك هذا الحديث نفس المعنى،
قال لك حدثني حفص بن عبيد الله ابن أنس أن أنسا رضي الله عنه حدثه أن الإسلام كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر، شكون هما؟ المغرب والعشاء، ويحتمل جمع التقديم والتأخير. قال لك لأن في حديث أنس إجمالا إلى آخره. أيوة زيد باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس. فيه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم به قال حدثنا حسان الواسطي قال حدثنا بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب. وإذا زاغت صلى الظهر والعصر، أي والعصر، صلى الظهر والعصر. إمتى؟ إذا زاغت قبل أن تزيغ يؤخر الظهر والعصر قبل أن تزيغ الشمس. إذا زاغت الشمس اش كيصلي؟ كيتقدم الظهر، كيصلي الظهر والعصر. قال لك وهو أنه أخر الظهر مثلا إلى آخر وقتها وعجل العصر في أول وقتها. أيوة زيد. باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. هذا باب إذا ارتحل المسافر بعدما زاغت الشمس أي مالت صلى الظهر والعصر، أي والعصر جمع تقديم. إلى زاغت الشمس إلى مالت اش يقدم؟ الظهر والعصر جمع ايش؟ كيدير جمع تقديم. ثم ركب. وبه قال حدثنا قتيبة. يقصدون بزيغ الشمس يقصدون به الظهر كيف الظهر صافي غير قال معنى إذا مالت الشمس، إذا مالت زاغت معناه إذا يغلت بالدغري المرتبة يغلت زوال، ولكن إذا زاغت إذا مالت كان زاغت. قال لك وعن ابن شهاب الزهري عن أنس عن بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل عن راحلته فجمع بينهما، فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. يعني صلى الظهر مع ايش؟ مع العصر جمع تقديم. جمع تقديم إذا كان في سفر صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل لأنهما وزيد. ذلك عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها مع العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل قبل زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا. أيوة جيد. باب صلاة القاعد. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن أجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. باب صلاة القاعد متنفلا لعذر. متنفلا
لعذر أو غيره. به قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك الإمام عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى الله عليه وسلم في بيته، أي والحالة أنه شاك يعني موجع يشكو من مزاجه انحرافا عن الاعتدال، فصلى جالسا لكونه خدش شقه، يجرح الشق ديالو، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم عليه السلام أن يجلسوا. واش بقى هذا الشيء هكا؟ هذا منسوخ. عليك هذا منسوخ. 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 هذا منسوخ. بصلاة صلى الله عليه وسلم في مرض موته جالسا والناس خلفه قياما. والناس أشكو ما عندهمش العذر باش يجلسوا. صح المصلي بتاع عنده الحق باش يجلس يصلي جالسا إلا عنده ياش، إلا عنده العذر. إلا ما عنده العذر يجي بالقيام ديالو، يجي بالقيام ديالو وبالخصوص الفرض. قالوا العلماء بعض المفسرين علاش قال لهم خصكم تجلسوا، قال لك لا نقيسوا غير النوافل، النافله في الدار، اما الفرض قال لك راه نسخ السلسله قدر باش يجيب القيام ديالو يجيب القيام كما وقع له في مرضه. هو صلى جالسا ولكن صلى الناس يعني قائمين قياما، فصلى ايوه وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. وبه قال زيد حدثنا إسحاق بن منصور زيد اللي يتم به ياك سيدي. فإذا ركع فاركعوا. أيوة زيد. أبي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فخدش أو فجحش شقه الأيمن والأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى قاعدا فصلينا قعودا وقال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قال لك ولكن من قال فصلينا قعودا قال لك اقتداء به لكنه منسوخ كما مرة، وقال إنما جعل الأمر ليؤتم به أي ليقتدى به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع رأسه من الركوع فارفعوا منه وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا اللهم ربنا ولك الحمد. جدوا به قال زيد. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا حسين عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سأل النبي الله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي قال حدثنا الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عمران بن حسين وكان مبصورا قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. ولكن إلى كاين العذر وبه قال إلى التحويل أخبرنا إسحاق إلى آخره. أيوة قال أخبرنا عبد الصمد التنوري قال سمعت أبي عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا الحسين عن أبي بريدة قال إلى آخره قال حدثني عمران بن حسين وكان ابن حسين مبصورا معنى مبصورا مصيب بالبواسير مبصور معناه كيظهروه البواسر كان به بواسير
وهي في عرف الأطباء نفاطات تحدث في نفس المقعدة تنزل منها مادة. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل أي النفل أو الفرض حال كونه قاعدا، فقال عليه الصلاة والسلام إن صلى حال كونه قائما فهو أفضل، ومن صلى نفلا حال كونه قاعدا فله نصف أجره نصف القائم. أنا هذا صلى يعني هذا صلى نفل، ولكن بلا ما يكون عنده شي عذر غير عجبو الحال باش يصلي قائم يصلي قاعد. اش قال لك النافل؟ اش قال لك هنا زعما؟ قال لك اللي صلى النافل ومن صلى قاعدا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن صلى حال كونه قائما فهو أفضل، ومن صلى نفلا حال كونه قاعدا فله نصف أجر القائم. أما الفرض تعين القيام. واش غادي يصلي هو أسميتو اختيارا قاعدا؟ ما يمكنش. فله نصف أجر القائم، ومن صلى حال كونه نائما يعني مضطجعا على هيئة النائم. ما تقولش نايم كتنعس ونايم وانت كتصلي، غير مضطجع فقط. قال لك سيدي فله نصف أجر القاعد. قال لك سيدي وعن عمران بن حسين، واحد الراجل هذا واحد الصحابي جليل سيدنا عمران بن حسين، بلغ واحد المقام عالي عند الله سبحانه وتعالى حتى إن الملائكة تصافحه. كتلقى مع الملائكة أيوة ويصافحه نظرا لماذا؟ لصلاحه. علاش؟ لأنه ابتلي كيصبر. شوف اش قال عن ابن حسين قال كنت رجلا ذا أسقام كثيرة كيمرض. قال لي كنت رجلا ذا أسقام كثيرة، ولذلك أحيانا كيصلي مضطجع بالاضطجاع. قال لك اش قال مصطفى هنا؟ قال لك من صلى قاعدا فله نصف أجر القيم، ومن صلى نائما أي مضطجعا على هيئة النائم أيوة فله نصف أجر القاعد. إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلاته قاعدا لا ينقص أجرها. وحده هذا خاص لمن؟ للمصطفى صلى الله عليه وسلم. قال لك لا ينقص أجرها عن صلاته قائما، لحديث عبد الله بن عمرو المروي في مسلم وأبي داود والنسائي قال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا على نصف أجر الصلاة، فأتيته ووجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسي فقال ما لك يا عبد الله؟ فأخبرته فقال أجل ولكن لست كأحد منكم. إلا قاع صلى مصطفى قاعد ما كينقص شيء خاصنا قاعد، لست كأحد منكم. وهذا ينبئ على أن المتكلم داخل في عموم خطابه وهو الصحيح، فلا مفهوم له، فالمرأة والرجل في ذلك سواء. والنساء شقائق الرجال. ايوا زيد سيدي. باب صلاة القاعد بالإيماء. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة أن عمران بن حسين وكان رجلا مبصورا. وقال أبو معمر مرة عن عمران قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. إذا نفس المعنى. إنما هذا الزمان دابا هذا الزمان كاين واحد البلوى واحد المصيبة، الناس كيصليو على الكرسي وكاين ساو، لأنه إلا قد كينساو القيام كيجلس تما وكيصلي في الوقت الذي إذا أمكن له القيام فلا بد أن يأتي بماذا؟ بالقيام. إذا ما يقدرش
هي جا واقف وملي كيجي الكرسي ما يقدرش يوقف، يقدر يصلي على الكرسي. خص هذا الشيء يتنبه ليه الانسان. قال لك سيدي سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاه الرجل وهو الحال انه قاعد، فقال من صلى حال كونه قائما فهو افضل. من صلى حال كونه قائما فهو افضل من القاعد. ومن صلى حال كونه قاعدا فله نصف اجر القائم. ومن صلى حال كونه نائما يعني مضطجعا فله نصف أجر القاعد. قال لك قال البخاري نائما يعني أن معناه مضطجعا، وأطلق عليه النوم لكثرة ملازمته له. فقال عبد الوارث النايم مضطجع. شكون هذا اللي ظاهر؟ شكون نوم؟ اش يكون نوم؟ النواقض ديالاش ديال الوضوء. إلا كاين نوم صفر راه مثلا سميتو مثلا عنده الوضوء، إلا ما عنده الوضوء راه ما عندوش الصلاة. لا صلاة بلا ماذا؟ بلا وضوء. هذا القدر كفاية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الهدى هداك وآياتك نور تهدي بها من تشاء. كم رأينا ما ليس يعقل قادر لما ليس يلهم عقلاء. إذا باكل ما أتى صاحب الفيل ولم يفعل الحجى والذكاء. والجمادة أصبحت بالذي أخرج عنه لأحمد الفصحاء. وحقا من شفا نبيا بأرض الأرفات ضبابها والضباب. وسلاه وحان شد لله وقلاه ووده الغرباء. أخرجوه منها وآواه وار وحماة حمامة والخاء. وكفات بنفسها عنكبوت وكفات الحمامة حصداء. واختفى بالهبوع على قرب مرأة ومن شدة ظهور الخفاء. ونحى المصطفى المدينة واشتاقت إليه من مكة الأرحام. وتغنت بمدحه الجن حتى أطرب لسمير ذاك الغناء. واختفى إذ روى سراقة فاستعوذ في الأرض صافن جرداء. ثم ناداه بعدما سمعت الخسف وقد يجد الغريق النداء. وترى الأرض سائرة في السماوات علا فوقها له إسراء. واصل في الليلة التي كان للمختار فيها على البراق السواء. صلوات عليك يا خير هادي وسلام مجدد وتناوب على الأهل والصحاب جميعا وعلى من له إليك الانتهاء. وجه رسالة لأناس الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها الاختياري في السفر فقط. يعني تيكون مسافر في الكار وتيدير التهاون في الصلاة ديالو، تيشوف الوقت الاختياري لو كان يوقف الكار. يعني الإنسان إلى مسافر ما يديرش تهاون في الصلاة. هذا هو هذه الرسالة المضمون ديالها كله. وجاب الوعيد الشديد للناس الذين يتهاونون بالصلاة ويؤخرونها عن وقتها. جاب آيات كثيرة وأدلة كثيرة. هذا هو المضمون ديالها. وباختصار شديد يعني الإنسان اللي غاي يسافر يكون عارف الأوقات ديال الصلاة ويدير الاحتياط ديالو، يتوضا ولا يهز التيمم ديالو وغادي في الصلاة وغادي في الطريق في السفر. ملي تيودن العكس كما قال سي حاج حسين ذاك النهار، قال بأن تيصلي في أول الاختيار. الله بمجرد تيودن تيصلي في الكهر لا
الانسان يرد البال الوقت الاختياري غنقيسوها على التيمم. الصلاه في السفر فكر غنقيسوها على التيمم. اش قال ابن عاشر في التيمم؟ دوك ثلاثه الاحكام: اخره للراجي آيس فقط، اوله والمتردد الوسط. هاد ثلاثه الاقسام. الانسان اللي سافر في الكار تيسمع الدور مثلا كيقول الله اكبر، اشنو غيدير؟ كما تنديروا في التيمم. مثلا الانسان اللي جا من الدار ديالو للزاويه، جا لهنا بغا يتوضا، يصلي الناس يسلم مع الناس ويذكر معهم، جا ما لقاش الماء، اش غيدير؟ لا، ودخل انت للزاويه ما لقيتيش الماء، باقي ما عندكش رخصه ديال التيمم، لان التيمم ماشي وضوء، غير رخصه. غتخرج تقلب على الماء، سير شريه، سير قلبوا على الجيران، ماشي جيتي للزاويه ما لقيتيش الماء، هذا ما لقيتيش ما التيمم، صلي ما عندكش تيمم. نعم ما تقوليش انا تمشي للحجره ديالك لا غلط. ولو جوج كلهم ما يتسيني كفرسخ هناك مهم ميلين. ما لقيتيش الماء، جيتي ما توضيتيش، جيتي للزاويه بغيتي تصلي مع الناس، ما لقيتيش الماء، ما طيحش ديريكت التيمم، من داك التيمم الدوت تقلب السوامه. اش قلت لا لو كنت تزليت واهلي باش كتذاكر لا غير كان دماس الصلاه حماس السفر. ان السفر هذا كنا طوموبيل، شكون الطوموبيل غير تحكم تقيس الكار نعدي وسائل النقل. ان المدن الله اكبر داك تكرار الاحكام، واللي لا ندير بالتيمم، واللي زوار اول من اخره للراجي، ما قال الراجي واللي تينين دوكايونس الوقت نزليت يقدر الكار يبد بلاتي، يقدر يبد حكا لبلاصه، يقدر يبد انت يسن الوقت الاختياري نتزلي خصها ما قال الوقت الاختياري مثلا الظهر هذاك غاما اشكل حرا تزلت 4 الركعات ان عصى الله اكبر غير ناحيه تبي الوقت الاختياري. رثرة العقل هكا كيقول اش كان عدد التيمم تزل اشكل حرا التيمم تزل تسمى الإمام. الوقوف غير نسول ذاك اللي عمس الكار الكار وذاك كيسير الوقوف. وكان ما قال الحكم هاد الاحكام اللي سنات نسن ثلاثه الاحكامات واللي سن الكارثه دوري بيد ونيغا اخره ولي سني لا الناس ولي زوان الراجي اخره للراجي، واللي يرجع إن يقدر يبدل الكار، ممكن يوقف ممكن ما يوقف هذا عنده اخر الوقت فاش غيصلي. اشنو هو اخر الوقت؟ يتيمم ويصلي 4 ركعات ديالو بما يوجب سافر 2 ركعات. المهم حنا تنقولوا 4 باش الانسان يقيس. لا ما هو غير مع التيمم. الإيمان كما معنى الإيمان قالت الحركه هكا ماشي الصلاه ماشي في التيمم. كان يشرع الإمام هو اللي كان لا بدا التيمم صاعد الحكم سيدنا ابن عاشر صاعد زي سيموني عبد العزيز صاعد الطهوره متى هيك اللي ويسان التيمم غرابي اللي ما يتيمم غرابي غلط. شو تكشف الصناعه اكسن لا مدنا ظني لا غير محسين ظني ضروري واش زيتي وتزاد بلوغو الا تزاد بلوغو ولكن ذاك اللي الحكم تيمم 3 شهور 3 تيمم لا أستي تلقى بلا مسك بلا الاحتياط. الفقيه بعدين خصها انت دازو يتهاون في المسائل. الفقيه دازو تيلي لنا باش باختصار نشكونوا مستجمعات. الراجي بديتيني ممكن غيوقف ممكن ما غيوقف ممكن يوقف هذا غيصلي في اخر الوقت فاش غيصلي الراجي اوله أو زيد اخره للراجي ايس فقط اوله شكون اللي غيصلي في اول الوقت؟ الأيس الأيس هو عارف الكر ما غيوقف هذاك غير يدن غيتيمم غيصلي. شكون اللي غيصلي في الوسط؟ المتردد الوسط
المتردد هو تيجي كتاب قالوا تجزي هذا هو هذا باش نقيسوا التيمم ونقيسوا على هذا. جزاكم الله خير. وصلى الله. اللهم صل على سيدنا محمد هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ربك بالعزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله. الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. يقول مولانا الشيخ سيدي الحاج الأحسن الباقلي في كتابه الإراءة الجزء الأول صفحة 76: ولمراتب القرب 4: فادخلي في عبادي، فالفاء للتعقيب والترتيب، والعباد هم مضافون للحق هم العارفون بسطوة جلاله وبحلاوة جماله. وادخلي جنتي حضرة قدسي، فالواو لمطلق الجمع، والقدس الطهارة من أوصاف البشرية، وهو المقام الرابع للمقربين، وهو نهاية جواهر القلب. وأما الروح الصرفة فلا يتوجه خطاب التكليف لها، لأنها ثانية في سطوة قهر الجلال أبدا، عابدة بما لا مزيد عليه كالملائكة. فهذه المقامات للمقربين الأربع مراتب الإحسان الذي بنيت هذه الطريقة على أركانه. وأما الإيمان والإسلام فمندرجان فيه اندراج الخاص في العام، واندراج المقيد في المطلق، واندراج الجزء في الكل. وطريقتنا التي هي طريقة الصحابة دقيقة لا تدرك حقائق كرامتها، فلا يدرك كرامتها إلا الراكب على متن غاية مقاماتها الذي هو الكاملة، لأن الكرامة مكتومة بسطوة سبحات الجلال شفقة على أهلها من أن تخطف بصائرهم بسيوف الجلال والجمال، فغطيت عنهم وعن غيرهم، فصاروا متبعين للسنة ظاهرا وباطنا. بارك الله. هذا الخير عالي على كلام ديال العارف بالله سيدي الحاج الحسن الباقلي رضي الله تعالى عنه، واحد المستوى عالي لا يدركه إلا من كان له ذوق. باش عرف هذا الخير تيقول هذا الرجل، يقول: وأول مقامات التجانية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ذلك هذا هو أول مقام ديال التجانية، هو ما يدل عليه هذا الخطاب: يا أيتها النفس المطمئنة، معناه أنه الإنسان الذي انخرط في طريقة تجانية أول مقام ديالو هو إيش؟ هو أن يبلغ بنفسه إلى درجة النفس المطمئنة، ما ينزل عليها، ما ينزل على هذا المستوى. قال لك: وهذه النفس المطمئنة لا تكون إلا إذا كمل الإيمان. شكون الإيمان؟ أعلى مقام فيه هو إيش؟ هو الطمأنينة، هو الطمأنينة. المقام الأول في الإيمان هو إيش؟ هو الصدق. المقام الثاني هو إيش؟ الإخلاص. ثم المقام الثالث هو الطمأنينة. هنا كيبقى ملي كيدرك الإنسان هذا المقام هذا كيصدق عليه هذا الكلام: أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك مرضية. كتوصل كذلك ترقى إلى مقام الرضا، أن تكون نفس راضية بقضاء الله وقدره. علاش؟ لأنك تطمئن صافي، أي حاجة وقعت الإنسان كيرضى. الإنسان اللي بلغ هذا المقام هذا لا يتسخط القدر، تيقولش علاش وقع لي هذا الشيء وعلاش كذا وعلاش كذا وعلاش كذا. تيكون عنده الرضا التام بفعل ربه، ماشي واحد ولا كذا من العائلة ديالو ولا وقعت لي شي حاجة ولا كذا، أن يواجه ذلك بماذا؟ بالرضا على الله سبحانه وتعالى، كتسمى النفس الراضية. وإلا وقعت بلغات في هذا المقام كتولي مرضية، كيرضي عليها ايش؟ الله سبحانه وتعالى، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهي المقام الرابع باعتبار أصل النفوس، هو المقام الأول باعتبار المقرب. الإنسان هو المقرب، ما يمكنش يكون مقرب إلا إذا تحقق عنده هذا الشيء. والتجانيون كلهم مقربون. ردوا بالكم من هذه المسألة، راه ما صعيب
ما سألش ثاني يقول هذه الهضره الا اذا كان عارفا بالله ودرك هذه المقامات، عرف اش تيقول ومسند بعلم لدنيين تجانيون كلهم مقربون. خص الفقير ما يرضاش ينزل على هذا المستوى هذا، معنى انه خصو دائما يسعى الى ادراك هذا المقام هذا. كلهم مقربون. اش كنطلبوا لسيدي ربي؟ ان يجعلنا عند حسن ظن هؤلاء العارفين، ان نكون كذلك، ان نكون كذلك، ان نكون مقربون. كلهم مقربون. وشكون زال غادي يقول هذه الهضره؟ شكون نقد باش يقول هذه الهضره؟ الا بحال هذا العارف بالله اللي حيد ليه ربي الحجاب وفيض عليه سيدي ربي العلوم اللدنيه. كلهم ولمراتب القرب 4. حتى هذا القرب دابا قال لك عنده مراتب. شحال هي المراتب ديالو؟ 4. فادخلي في عبادي. شوف، فادخلي في بأن تكون معنى فادخلي في عبادي أن يدرك الإنسان أن يحقق مقامات العبودية، أن يكون عبدا خالصا لمن؟ لله سبحانه وتعالى، ما يكونش على أغراض، ما يكون اسمته، أن يكون عبدا خالصا لله سبحانه وتعالى. فالفول التعقيب والترتيب والعباد هم المضافون إلى الحق. التغوين قال العارفون بالله، لذلك المقام ديال المعرفة أعلى مقام الإحسان، هذوك هما العارفون. قال لك هم العارفون بسطوة جلاله وبحلاوة جماله. لأن العارف استحاج العسل في مكان آخر، قال لك شنو هو؟ وما هي مواصفات العارف؟ الذي يستوي لديه بدو الجلال والجمال. سواء كان في الجمال ولا في الجلال يبقى دائما لا يتغير، يعني دائما كيبقى في هذا المقام هذا ديال الطمأنينة وديال المعرفة ديال الله سبحانه وتعالى. يستوي العارف، يستوي لديه إذا أكل أو جاع، إذا كان في الشمس أو في الظل، ما كيتغير عنده والو. هذا هو العارف. ما سواء كان تعطى ليه ولا ما تعطى ليه، سواء كان أقبل عليه الناس أم أعرضوا عنه، قلت لهم ما والو، ما هم والو. هذا هو العارف. هكذا ينبغي أن يكون الإنسان. سيدنا الفقيه رضي الله تعالى عنه الشيخ ديالنا كتب لنا في الإجازة: لا تنظر إلى الخلق أقبلوا أم أدبروا. نسوق سميد سواء يغدرك قبل ولا يتن. اش غادي يكون المعيار؟ هو اش هو الله. العمل يكون تكون خالصا لمن؟ ما يهمكش البشر اش يقولوا ولا الى قبلوا ولا. اذا اقبل عليك عطاك ولا ما عطاك، هذا الشيء كله ما يهمك. ايوه، قال لك وهذا قال لك بسطوة جلاله. قال لك وادخلي جنتي. حضرة القدس. شنو هو الجنة؟ حضرة ديال القدس ديال الله سبحانه وتعالى. كاينه جنة فوق الأرض. شنو هي جنة فوق الأرض؟ والموقوت في حضرة الله. الموقوت في ماذا؟ والرضا بقضائه. كتعيش في الجنة ونحن وأنتم الآن في جنة. أنتم في جنة وخا البعض ما درك شي هذا الشيء، راه نحن في الجنة. إلا بغيتي كاع تكون المسائل ديال سميتو ديال قربوها باش تكون حسية. اش يقول المصطفى؟ اش جا في الحديث؟ إذا مررتم برياض الجنة أيوا فارتعوا. المجالس ديال الذكر هي الجنة. تعالى لكم سيدي ربي تبارك وتعالى بأنكم الرياض ديال الجنة. كون منكم الرياض ديال الجنة. كيف لا تكون من الجنة إلا أنتم؟ باش تعرفوا القيمة ديال الطريق وتعرفوا القيمة ديال الذكر ديال الله، الموضوع الموقوت في حضرة الله سبحانه وتعالى. قال لك حضرة قدسي طهارة، فالواو لمطلق الجمع والقدس هو الطهارة. من اش؟ من أوصاف البشرية. تهنا من النفس ديالك. راك صبر تهمو النفس، دار لك هذا ولا ما دار لك ولا ما تشوفش الأغراض ديال النفس. فنا في الله سبحانه وتعالى. هذا المقام عالي، هذا المقام
ما كيبلغوا شيء الا الذي اخذ الله بيده. بالعكس اللي يهمك الا مشيتي حتى تخدم انت خدومه في ماذا؟ فيما فيه مصلحه، تخدم ربك. شي مقام دابا هاد الناس دابا اللي خدامين بالزاويه ايمن اش كيراعيو؟ كيحسوا باللذه لانهم راه خدامين. من يخدمون؟ يخدمون الله، ماشي كيشوفوا البشر ولا كذا. ما يهموك الا كان شي واحد كذا. تنقول لهم كنوصيهم بلي الله بداو في الخدمه، تنقول لهم انتم دابا كتخدموا الفقراء والله يجزيكم بخير، ديروا له قدم، ديروا قدم في ودنيكم، قولوا لهم انت هو اللي تخدم وتخدم المد، قول لهم ما مد ولا اجل عمل غير خالصا لوجه الله. ماشي قلت يا اتصرفوا بيدنا ولا ارضاء الناس من المحاوله. اولئك يقولوا فيك الهضره الزنا صعيب باش يقولوا فيك الناس اسميتو. اجعل عملك خالصا لمن؟ لله سبحانه وتعالى. اش قال لك هنا؟ قال لك تهنى من النفس ديالو. والقدس هو الطهاره من اوصافاش ديال البشريه. تهنيتي من النفس ديالك، ما بقاش النفس ديالك توسوس عليك ولا كتبغي التعالي ولا كتبغي كذا ولا كتبغي المدح ولا كذا. تهنيتي من النفس ديالك، النفس قهرتيها تغلبتي عليها. هذا هو المقام ديال سميتو ديال القدس. هو المقام الرابع للمقربين. المقام الرابع للمدني المقرب، وهو نهاية جواهر القلب. ملي بلغتي هذه المقام راها النهاية ديال الجواهر ديال القلب. فين غادي ننتقل؟ الروح. ما بقاش الحد ديالك هو القلب صافي بركه. ملي تحققت هذا المسائل كل شيء راه القلب صافي. القلب استعد ليتلقى الى ماذا؟ ليترقى الى مقام الروح بحال الملائكه. تهنا من الاغراض الجسديه وداك الشيء كله، الشهوات وداك الشيء كله، وجعل ودائم المكوث في حضرة الله سبحانه وتعالى. وأما الروح الصرفة فلا يتوجه خطاب التكليف لها لأنها فانية في قهر الجلال أبدا. قال لك أما الروح الصرفة اللي بغى هذا المقام هذا تتهنى من القلب ديالو. القلب علاش اللي كنقولوا القلب ديالو هو المقام ديال الإيمان. ينعمر بالإيمان صافي، ينعمر بالإيمان وقوى فيه الإيمان راه ينتقل إلى الروح، المقام ديال الروح الصرفة. لذلك فيتوجه خطاب التكليف لها. هذيك الساعة راه هي لا فنات. شكون اللي كيبلغ هذا المستوى اللي فنى في ماذا؟ في الاتيان بالتكاليف الشرعية كما هي. ما بقاش عنده شي حاجة اللي تعوقه عن ماذا؟ عن الإخلال بماذا؟ بتكاليف الشرع. هو مثلا كاين شي حاجة اللي تعوقه عن ماذا؟ عن الطاعة، الفناء في الطاعة. قال لك لأنها فانية في سطوة قهر الجلال أبدا، عابدة دائما بما لا مزيد عليه كالملائكة. والصغار بس المقامات بالروح غيره هو كيتقرب بحال الملائكة. تولي في المقام بحال ما تجرد من الشهوات ومن داك الشيء اللي كيغلب عليها على البشر. تهنى من داك الشيء كله. فاصبح يعبد الله واحد المقام لا مزيد عليه كالملائكة. فهذه المقامات فهذه المقامات للمقربين الأربع مراتب الإحسان التي بنيت على هذه الطريقة على أركان. لأن الطريقة دابا علاش إلا قال لك شي واحد علاش أنت سميتو لماذا تمسكت بالطريقة؟ الناس شكون بغيت باش نعبد الله سبحانه وتعالى في أعلى مقام الذي هو مقام الإحسان. أن نعبد الله كأنك تراه. مقام حيد اللي كتشوف الله سبحانه وتعالى. تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أيوة.
وأما الإيمان الإيمان والإسلام فمندرجان فيه اندراج الخاص في العام واندراج المقيد في المطلق واندراج الجزء في الكل. فالإنسان اللي بلغ هذا المقام ديال الإحسان راه كلشي كاين تما، راه تجاوز الإسلام، تجاوز الإسلام، فاق الإسلام وتجاوز الإيمان، كمل عنده الإيمان، كمل المراتب ديال الإسلام اللي هي ايش؟ توبة، الاستقامة، تقوى، وكمل المراتب ديال الإيمان اللي هو الصدق، الإخلاص، الطمأنينة، وكمل المراتب ديال ايش؟ ديال الإحسان اللي هي المراقبة والمشاهدة، المعاينة، ثم المعرفة. فطريقتنا التي هي طريقة الصحابة دقيقة لا تدرك حقائق كرامتها، فلا يدرك كرامتها إلا الراكب على متن غاية مقامتها الذي هو كاملة، لأن الكرامة مكتومة بسطوة سبحات الجلال. اش قال لك هنا في هذا الأسلوب دابا؟ قال لك فطريقتنا هي طريقة الصحابة. معنى طريقة الصحابة نعبد الله بها فيها كما يعبد الصحابة الله سبحانه وتعالى، يخلصون العمل لمن؟ لله سبحانه وتعالى، ما كيشوفوش الأغراض. هذا هو العمل ديال الصحابة. على غير جا سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سيدنا الشيخ أصحابك أصحابي فقراؤك فقراء تلاميذك تلاميذتي، غير جا هكا قالها ليه، راه قالها ليه، ما قالها ليه حتى تحقق بأنه يتحقق فيهم هذا المقام هذا. ايوا قال لك طريقة الصحابة دقيقة لا تدرك حقائق كرامتها. قال لك صعيب الإنسان يدرك الحقائق ديال الكرامة ديال الطريقة ديال الصحابة رضوان الله عليهم. أنت كتقلب على الكرامات باش تطير في الهواء ولا تمشي فوق الماء. الكرامات حنا عندنا مخفية. الكرامات شنو هي الكرامة عندنا حنا؟ هو الاستقامة. الاستقامة هي الكرامة عندنا مخفية. اش قال لك هنا؟ قال لك الكرامة مكتومة بسطوة سبحات الجلال شفقة على أهلها. شكون الإنسان إلا بانت هذيك الكرامات لابد ما يحس بشي حاجة، خباها عليه الله سبحانه وتعالى باش شفقة عليه. حنا كان دابا كنشوف سيدي أحمد مبارك رضي الله تعالى عنه، وما أدرك ما سيدي أحمد مبارك بلغ واحد المقام عالي عند الله سبحانه وتعالى، ورغم ذلك خاف من سلب الإيمان. إلا شتيت الرسائل اللي كيصيفط العقيلي وصفت الرسالة الحاج علي سيدي رضي الله تعالى عنه، كرمني الشيخ رضي الله تعالى عنه، كرمني بواحد الكتاب يكون النشر الأول للقشطي رضي الله تعالى، فيه شحال ديال الأسرار، فيه شحال ديال الأسرار. شوف هذا السيد هذا بلغ هذا المقام هذا وكاع ما اعتبر نفسه خايف من اش؟ خايف من السلب ديال الإيمان. قال لهم جدوا لي، كتب رسالة سلاح العليسي، قال لي جد لي الطريقة وجد لي الشيء، أنا راه خايف. وكتبها العقيدي حتى هو قال لي خصني، وكتبوا لي كلشي، قالوا له ودي انت راه هذا المقام اللي شكون باش كيخاف العارف. ما تقولش بان هذا الشرع نقص فيه، ما تقولش بان هذا الشرع نقص فيه رغم المقام اللي بلغ، لا بالعكس، العارفون ماشي يخافوا من سوء الخاتمة. كاع ما لم يستفزه ما بلغه وما عمله من أعمال وما إلى ذلك، الشيء كاع ما حس بالرفعة، وهو قد تحققت فيه هذه الأمور اللي هي أسمته ديال الكمال. رغم ذلك خاف من اش؟ خاف من سوء الخاتمة. ولكن اش غنقولوا لي حنا دابا؟ واش غنقولوا حنا ضروشنا؟ مادام تكثرون من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالإيمان ديالكم راه محفوظ. شكون اللي فراني لنا؟ الحاج الحسين اللي فراني رضي الله تعالى عنه، قال لك المواظب على الصلاة بصيغة الفاتح تضمن له الموت على الإيمان. إيوا شكون يقومون شكان غيلا؟ احنا داك الشيء اقتنعنا به ولله الحمد. ملي سمعنا هذا الشيء من العارف بالله سبحانه وتعالى بأنه احنا على كل حال لا نلبس حلة الأمن من مكر الله،
ولمن بخير إلا قومه، ولكن ملي سمعنا هذه المبشرات كتفرحنا وكتقنعنا. هذا القدر كيف سبحان ربك رب يا رحمة للعالمين وخير من تجنى به عنا المصائب والقرى، وأجال من يحيي بنا أسواقنا بحماه جلد الشدائد والنصاب، ارحم بفضلك أمة نائل لها بسوى حماك لدى مكارم هرب قد القناة لم توافي شفاعة بالبار جودك بالهلاك وبالعطاء، فاشفانا عند الجليل تكارم وسليم إله تفضلا تعطى، إلا توسلنا إليك بما به قد خصنا الوهاب بأسرار وبما عبد بليلة الإسراء من سر وما شاهدت فيها من عجب، وبكل ما قولته من سؤدد ومفاخر منايا من منتخب، وببيتك العذاب فسد وبعدها وبنيهما أهل المراتب والقرى، وبصاحبك الغر الكرام جميعهم أهل التقى والمنطق حقا والأدب لا تسلم وكذا نسأل الفرد بعشرة أمثال يا رحمة هذا خصيصا فعرف تبارك وتعالى فرق ببلاد الجنوب كاكي سيكر بالبركة تنفع بالصحة تنفع بتبارك وتعالى، ثم يرجع مفروض تصير بترواس ولا وين الكل يدور بطني وفقر على ما يحبه ويرضى يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.